النهارده جاي لك بمفاجأة حلوة يا صاحبي، والأول مرة على قناتنا. أيوة، جبت لك ملخص مسلسل سكواد جيم الموسم التاني. جاهزين؟ يلا بينا. بيبدأ مسلسل ببطلنا سيونج وهو بيقرر إنه ما يسافرش، وده علشان عايز ياخد حقه من صحاب اللعبة اللي كسبها. ولما بيرجع البيت بيعرف إنهم حاطين في جسمه جهاز تتبع، وبيقدر وقتها يشيل الجهاز ده. وبنشوف الضابط جون هو بعد ما بيفوق من الغيبوبة، وده بعد ما خد طلقة في الجزء الأول، لكنه لما بيرجع الخدمة ترقيته بتقل علشان يبقى ضابط مرور. وبيقف قدام المراية بعدها وبيفتكر اللي حصل. وبنرجع لصاحبنا سيونج وهو بيصحى على حلم مرعب جدا. بعد كده بنشوفه قاعد مع واحد وبيتفق معاه انهم يدوروا في محطات القطر على الراجل اللي بيستدرج الناس للعبة. وبنرجع للظابط وهو راكب مركب مع قبطان، وده علشان بيدور على الجزيرة بتاعة اللعب. وبيبدأ فريق البحث في المحطة يدور على الراجل ده، ويفوت يوم واتنين ولكنهم مش بيلاقوه، لحد ما بيفقد الزعيم بتاعهم الامل هو ودراعه اليمين في المحطة، وما يوصلوش لأي حاجة. وقبل ما بيمشوا من المكان بيشوفوا الراجل ده وهو بيضرب واحد، فبيبدأوا يصوروه لسيونج. ونشوف الشاب اللي كان بيتضرب وهو معاه كارت للعبة، وساعتها بنشوف حبيبته وهي عند دكتورة الولادة عشان تسقط طفل في بطنها. وبنشوف الراجل ده وهو بيشتري شوية حاجات كده، وبيبدأ يروح حديقة فيها شوية ناس غلابة، وبتفضل وقتها الرجالة مراقباه كويس. وساعتها بيبدأ يلعب مع كل الناس لعبة، وبيخيرهم بين كروت حظ أو أكل، وبتبدأ الناس كلها تختار كروت الحظ دي وتخسر، ويدوس كافر ده على نعمة ربنا بعدها ويقول لهم انتوا اللي اخترتوا. بعد كده بيوصل لمكان وبيبقى بيراقبوا الرجالة بتاعت سيونج. وقتها بيقرروا يواجهوه ساعتها، وده لأن سيونج شرطي المرور وقفه، ودوت علشان بيجري بسرعة جدا. وقتها بنشوف الضابط اللي فاق من الغيبوبة وهو بيشك في سيونج وبيبدأ يدور وراه. بعد كده الرجالة بتبدأ تواجه الراجل ده، وبيبدأ يضربهم ويكتفهم ويلعب معاهم لعبة حجر ومقص علشان بعدها يموت واحد فيهم بحكم انه خسر في اللعبة. وتشوف الضابط بالليل في مكان تجمع الرجالة اللي كانت بتدور في المترو، وبيكتشف وقتها كل حاجة عن سيونج وبيتأكد من شخصيته. وبيبدأ الراجل ده يقع تحت ايد سيونج، والموضوع لذيذ وسهل وجميل لحد هنا. وبيبدأ يلعب سيونج معاه لعبة بالسلاح لحد ما الراجل ده يخلص على نفسه، وده برضه بحكم اللعبة وكده. بعد كده بنشوف الضابط جون هو بعد ما بيوصل لبيت سيونج، وبيشوف ساعتها الراجل اللي نجي من الموت وهو متكتف. وبيروح بعدها الضابط لسيونج وبيشوف جثة الموزع بتاع اللعبة. وقتها بيرفع الضابط السلاح على سيونج، وبيشوف سيونج كارت في جيب جثة الموزع ده، وبنعرف ان الكارت ده بيبقى فيه عنوان تحرك العصابة، وده علشان يستعدوا للعبة مرة تانية. بعد كده بيتفق سيونج مع الضابط انهم لازم يخلصوا من مؤسسين اللعبة في اسرع وقت. بعد كده بنشوف سيونج وهو بيوريهم الفلوس وبتبقى مرصوصة بالكوم. بعد كده بيوريهم اسلحة وبيعرفهم مكان التدريب. وبنروح بعدها ونشوف نويول وبتبقى بتشتغل وبتعمل اراجوز، وده علشان محتاجة للفلوس وبتدور على بنتها اللي تايهة منها. وبنشوفها بعدها في العربية بتاعتها، ووقتها حد بيخبط على ازاز العربية، ولما بتفتح بتلاقي كارت دعوة للعبة. وبتروح تاني يوم الصبح للمدير بتاعها، وده علشان تستقيل من شغلانة المهرجين بتاعتها دي. وبنرجع تاني لسيونج وهو بيخلع درس من دروسه، وده علشان يركب سنة تانية فيها جهاز تتبع، وده علشان نقدر نوصل له في اللعبة يعني بسهولة وكده. وبنشوف الرجالة بعدها وهي بتستعد وبتتدرب علشان يعملوا هجمة مرتدة على أصحاب اللعبة وقت وصولهم. بعد كده بنشوف نويول وهي بتتصل بالرقم الموجود على الكارت، وده لانها سمعت ان المصلحة دي فيها لقمة عيش حلوة. المهم بتعرف المكان اللي هتركب منه علشان تنضم لعصابة اللعبة، وبتحرق بعدها الكارت. وبيوصل سيونج والظابط والمساعد بتاعهم لبار كده، وده بعد ما اتأكدوا من العنوان اللي العصابة هتقابلهم فيه. وبينزلوا وبيدخلوا البار وبيبقى المكان كله سكر وخمر ونساء. المهم بنرجع لسيونج هو بيشوف الناس دي ويروح معاهم، وبيدخل الظابط جون هول المكان ولكنه مش بيلحق سيونج. وقتها بيركب سيونج العربية، وبيبدأ سيونج يشتم في راس خنزير موجودة، وبتطلع شوية صوت كده نيابة عن القائد بتاع اللعبة. وقتها بيحاول الظابط واللي معاه يمشوا ورا العربية اللي فيها سيونج، ولكن بيبقى موجود قناص فوقه بيفرقع كاوتش العربيات. وبترسى في الآخر إن سيونج بيطلب الانضمام للعبة مرة تانية. وساعتها بنشوف مبخرة في العربية وبيبدأ ينام سيونج. وبنشوف بعد كده نويول وهي بتركب عربية فيها حاوية كده، وبيبقى موجود فيها شوية أوض ورقم أوضتها بيبقى 11، وبيتوكلوا على الله وبيستعدوا. وتاني يوم الصبح بنشوف الرجالة هما متجمعين كلهم على المركب، وده علشان يبدأوا رحلة تتبع سيونج. وبيصحى سيونج وبيلاقي نفسه في أوضة الفرق، وبيبقى رقمه هو متغيرش في اللعبة. ويشوف واحدة مجنونة ساعتها بتعبد البقر لكنه ما بيهتمش. وبيدخل ساعتها واحد مش جدع كده لابس قناع، وبقول عليه مش جدع عشان مخبي وشه. المهم بيبدأ يطلع واحد كده في وقت الكلام اسمه تشو هيون جو، ولكن يا عزيزي الشخصية دي بتبقى عكس كل اللي موجودين لأنها بتبقى متحولة وكده.
المهم بيقول انهم اتفقوا معاه على انه هيلعب شوية العاب وانه مش هيتخطر، ونشوف بعدها اتنين تانيين متخلفين عقليا، واحد مغني راب فاشل وهنقول عليه حمزة، والتانية بتهتم بالموضة وشوية تخلف كده. وبيبدأ الراجل اللي مش جدع ده يعرض على الناس فيديوهاتهم هما بيتضربوا مقابل الفلوس، ولكنه بيعرفهم انهم موجودين هنا علشان مديونين للعب بفلوس، وعلشان يسدوا الدين لازم يلعبوا علشان يكسبوا من تاني. وبينزلوا بعدها حصالة كده ودي اللي هيتحط فيها الفلوس في كل جولة، وبيعرفهم ان جايزة اللعبة بتبقى قيمتها 45.6 مليار وون، وهم بينطح وون. وطبعا الناس عينيها بتنور لما بيسمعوا المبلغ وما يعرفوش حاجة من اللي هتحصل فيهم. وفي وسط المدعكة دي بنشوف واحد اسمه يونج سيك، وهناك في اللعبة بيقابل امه جانج بانج وبيقول لها ايه اللي جابك هنا يا امه. بعد كده نشوف اللعبة وهي بتمضي على شروط اللعبة علشان تبدأ المدعكة من هنا. بعدها بنشوف كمان واحد اسمه ام سي 1 وبنشوف معاه الولد حمزة بتاع الراب ومعاه واحد صاحبه. المهم بيبدأ حازم يشد مع ام سي ويقول له انه خسر فلوسه كلها بسببه، وده لانه اشترى عملة مشفرة هو عرضها على يوتيوب. ونشوف الناس بعدها هم عايزين يتصوروا مع حازم المطرب الفاشل، بس ده طبعا مخالف لسياسة المكان المحترم ده، فيبدأ كل عضو يتصور لوحده. بعدها يقابل سيونج ابن منطقته ليه سيو ويقول له ايه اللي جابك هنا يا صاحبي. وبتبدأ الرجالة على الناحية التانية تمشي ورا جهاز التتبع وبيوصلهم وقتها لجزيرة كده، وبنشوف رجالة اللعبة هم بيدخلوا علشان يستعدوا لأول لعبة هيلعبوها، وبتبقى لعبة العروسة خلاويص. بعد كده نرجع للرجالة على الجزيرة وبنشوف جهاز التتبع وهو بيوصلهم لواحد قاعد بيصطاد في امان الله. وقتها بنتفاجئ ان الطعم بتاع السمك موجود في جهاز التتبع بتاع صاحبنا سيونج، ولما بيطلع سيونج السن ما بيلاقيش فيها جهاز التتبع، فبيعرف انه خلاص في خطر ومش هيقدر الفريق يوصل له. وبيبدأ يحذر سيونج اعضاء الفريق ويقول لهم ان اللعبة دي خطر وانها مش مجرد لعبة كده والسلام. فتبدأ الناس تتريق عليه لحد ما يجربوا هم بنفسهم. بعد كده بيبدأ سيونج انه يتابع الحركة مع باقي الفريق وبيقدر يكسب التحدي بكل سهولة، ولكن بيشوف واحد بعدها واخد رصاصة في رجله عن طريق قناص بالغلط، فبيقدر سيونج انه ينقذه ويعدي بيه الخط، ولكن بتخلص عليه رقم 11 نويول. وبنرجع تاني لاعضاء فريق سيونج هما بيقرروا يرجعوا تاني للمينا، وده علشان يحطوا خطة جديدة. وبتبدأ العصابة تعرض نتائج اللعبة الأولى ونشوف حصلت الفلوس وهي بتبدأ تتملي شوية بشوية، وبنعرف ان الفلوس دي تبقى حق الناس اللي اتقتلت، وطالما في ناس بتموت فالباقي يقدر يكسب الفلوس كلها. بعد كده بيبدأ يتعمل تصويت بحرفين، حرف الاكس وحرف الاو، وده علشان لو عايزين اللعبة تخلص لحد هنا. وبيبدأوا تصويته في وقت تقدم تصويت الاو بيبدأ سيونج يتخانق مع الناس عشان هم كده بيعرضوا حياتهم للخطر، وبتبدأ الناس تعترض على كل ده لدرجة انه قال لهم يا جدعان انا اللي كسبت في الجزء الاول، وبرضه محدش صدقه. المهم بيوصل التصويت بالتعادل قبل ما يصوت اخر فرد فيهم وهو رقم واحد، وبيروح علشان يخلص التصويت، ولكنه للاسف بيدي الاولويه لتكمله اللعبه. ولما بنشوف الراجل ده بنعرف انه يبقى اخو الضابط جون هو اللي بيبقى سبب في ضرب اخوه بالرصاص وبيبقى قائد اللعبه، وبيدخل معاهم علشان يقرر ان اللعبه هتستمر، وده لان لو شخص تاني اللي موجود في طبيعه اتجاه اللعبه هيكون لصالح الناس اللي هتخرج. وبنشوف سيونج بيتكلم مع صاحبه ليسيو وبيقول له ليسيو وقتها انهم لو لعبوا جوله كمان هيقدر يسدد ديونه، فيقول له سيونج ان المره اللي فاتت سمع نفس الكلام ده من واحد والراجل ده اتقتل هنا. فنشوف القائد رقم واحد وهو رايح لسيونج وبيقول له بمناسبه انك كنت هنا وكسبت ما تساعدنا يا اخي. فبيقول لهم سيونج ان اللعبه الجايه هي لعبه بيختار اللاعب منها شكل من 4 اشكال، فبيساله صديقه عمره عن اسهل شكل في اللعبه، فبيقول له سيونج المثلث واصعب شكل هو الشمسيه. وبنشوف الست العجوزه ام الواد اللي دخل من وراها ده وبتبقى قاعده مع واحده بتتكلم معاها، وبنعرف انها تبقى البنت الحامل اللي كانت رايحه تنزل الطفل، وانها جت هنا علشان تجمع فلوس وتعيش حياتها هي وابنها. وفي وسط القعده الحلوه دي بيبدا ينضم واحد للرجاله اسمه دي هو، وبيدخل عليهم وبيقول لهم انه عايز ينضم ليهم. ونشوف حمزه الفاشل وهو رايح للواد بتاع العملات المشفره وبيقول له انت لازم تكسب عشان ترجع لي حقي، ويبدا يضربه بالاكل اللي قدامه في وشه، وبيبدا يعتدي عليه بالضرب هو وصاحبه، ولكن بيتدخل اخو الظابط علشان يضربه هو وصاحبه وهو بالمره نكسب بونت. فبتبدا الناس تسقف وبنرجع للجانب المظلم في اللعبه ونشوف دكاتره موجودين وبيفضوا اعضاء اللعيبه اللي ماتوا في اللعب، وساعتها بنشوف الواد اللي فلتت منه الطلقه وجابها في رجل الراجل، وبنعرف ان الهدف من ده هو بيع اعضاء الجثث الحيه، ولكن الواد ده بيتفاجئ ان اللي اتبقى من الجثه عينيها وبس، فبيتضايق لما بيشوف الراجل ده وهو واخد طلقه في دماغه من نويول. فبيوصل الخبر وقتها للقائد بتاعهم وبيبدا يتكلم معاه ويعاتبها، وده لانهم يعرفوا بعض كويس. ونشوف الضابط وهو رايح يستعين بمديره في القسم ولكنهم بينفعلوا عليه وبيرفضوا المساعده. ونشوف بعد كده طوابير علشان اللعبه التانيه وبتبقى الناس واقفه كلها في طابور المثلث،
مثلث، ولكن بيتفاجئ سيونج انه مثلث متشقلب الاضلاع، وبتبدا الناس بعدها تزعق له، وبنشوف في الاخر هو بيحلم. بعد كده بيجهزوا كلهم للعبه الجايه، واول ما بيدخلوا بيتفاجئ سيونج انها لعبه تانية غير اللي هو عارفها، وبيبداوا الرجاله يجمعوا بعض لان اللعبه بتتكون من فرق. وبنعرف ان اللعبه دي اسمها الخماسي بست ارجل، وبتبقى مكونه من 5 العاب، ومفروض ان رجلهم هتتربط في بعض وبيبداوا يتحركوا حركه واحده، واللي هيعدي بالخمس مراحل هو اللي فريقه هيكسب. وبيعدي فريق وبيموت فريق لحد ما بنوصل لصاحبنا سيونج وفريقه، وبيبقوا اخر فريق. وساعتها بنبدا نشوفهم هما بيعدوا كل الخطوات ما عدا لعبه الدبور، وده لان اخو الظابط اللي بيلعبها وبيبقى على وشك يخسرهم، لكنهم بيكسبوا في اخر لحظه. وبنروح تاني للقناصة رقم 11 وبنشوف كاميرا مراقبة على الأوضة بتاعتها، وساعتها بيدخل عليها 2 الأوضة وبيهددوها إنهم هيقتلوها، وده لو قتلت حد بيفرفر مرة تانية. بعد كده بتبدأ عصابة الجثث والأعضاء تعرض الحصالة بتاعة الفلوس مرة تانية، وده بعد موت ناس كتير طبعا. بعد كده تتفق كل فرقة على تصويت معين للمرة التانية، وده لأن اللعبة التانية خلصت ومن حقهم يكرروا التصويت بعد كل لعبة. وبالفعل بيتجمعوا، ولكن اللون الأزرق بيبقى مسيطر على الأحمر زي كل مرة، والمرة دي اللي بيتكلم مع الناس هو أخو الظابط، وبيحاول وقتها يقنعهم باللي حصل وهيحصل فيهم، ولكن لا حياة لمن تنادي. وفي النهاية بيفوز برضه الفريق الأزرق وما زال البقاء مستمر. بعد كده بيبدأوا إنهم يتكلموا عن اللعبة الجاية، لكن سيونج بيقول لهم إن اللعبة الجاية هيضطروا إنهم يقتلوا بعض. بعد كده نشوف مجموعة من الناس المشاركين دول في الحمام، وبيبدأ الواد حمزة المطرب الفاشل يتكلم مع الواد بتاع العملات المشفرة للمرة التانية، وساعتها بيجيب سيرة حبيبته الحامل، فبيبدأ ينفعل، ولكن بيدخل أخو الظابط علشان ينقذ الموقف. الموضوع بيتقفل وقتها، وقبل ميعاد النوم بيبدأ سيونج يحذرهم من اللي هيحصل، وبيقول لهم ان لما النور يطفي هيحاول حد منهم الاعتداء عليهم، فلازم ياخدوا بالهم علشان يقدروا يكملوا التصويت بشكل ثابت من غير ما يخسروا حد. ووقت النوم بتصحى الست الكبيرة والبنت الحامل وبيبقوا عايزين يدخلوا الحمام، وبعد محايلة من اللي على الباب بيبدأ يفتح لهم وبيدخلوا، وبيبقى معاهم الراجل المتحول ده. بعد كده بنشوف سيونج وهو بيتكلم مع صاحب عمره، وقتها بيعتذر له لانه مرضاش يسلفه فلوس زمان، وبيسأل سيونج ويقول له ليه رجع للمكان ده لما هو كسب كل الفلوس دي لوحده. فيقول له سيونج انها فلوس ملطخة بدماء الناس، وان الفلوس دي هتتصرف هنا علشان حق الناس يرجع بفلوسهم. ونشوف اللعيبة هم داخلين صالة اللعبة الجديدة، وبتبقى عبارة عن دايرة وبيقفوا كلهم فيها بشكل عشوائي، والمفروض ان الدايرة دي اول ما تقف يبدأ يتقال رقم معين، والرقم ده بيتكون بفريق وبيبدأ يهرب لأوضة من الأوض قبل ما الوقت يخلص. واول ما الدايرة دي تلف لفة وتقف بعدها بيبدأ يتنطق رقم 10، فبيبدأ سيونج يكون فريق ويكسب اول جولة، واللي بيتبقى وقتها بره في المكان بتبدأ العصابة انها تخلص عليه في الحال. والتاني جولة بتبدأ بيقدر يستخبى سيونج مرة تانية، ولكن بنشوف فرقة مكونة من 3 اشخاص بس، وبيبقوا فاكرين ان العصابة ما خدتش بالها، ولكن العصابة بيشوفوهم في الكاميرات وبيخلصوا عليهم. وبتبدأ اللعبة تلف تاني، وبيبقى المطلوب منهم 3 اشخاص بس. وقت ما بيبقى الواد ده مع عمه العجوزة بيبدأ 2 يجوا يشدوه علشان يكملوا عددهم، وقتها بيسيبوا امه لوحدها. واللي بيحصل ان سيونج هو واخو الظابط بيلحقوا الست العجوزة وبياخدوها معاهم، ولف بينا يا دنيا مرة تانية وتختار العجلة 6 اشخاص. وقتها بيجري فريق سيونج، وقبل ما يدخلوا بنشوف فريق من اللون الازرق بيمنعهم من الدخول لجوه، وساعتها بينادي عليهم راجل تاني. ووقت ما بيجروا بنبدأ نشوف واحدة منهم بتقع بالغلط على الارض، وقتها بيدخل واحد تاني مكانها وبيكسبوا التحدي. وبتبدأ الجولة الأخيرة وبيتبقى 126 واحد ساعتها، وبيسأل جونج بي صاحبه سيونج وبيقول له تفتكر العدد هيبقى كام؟ فيرد عليه اخو الظابط ان العدد اكيد هيبقى 2، وده لانهم 126 واحد وان في 50 اوضه بس. وقتها بيبدأ الكل يجري من غير ما يبص وراه حتى، وبتبقى ملحمه حرفيا، وبيبدأ كل 2 يدخلوا في اوضه، ولكن بنشوف اخو الظابط وهو بيحاول يخرج واحد من الاوضه، ولما بيجي يدخل بيبقى في واحد انضم ليهم، فبيبدأ يخنق واحد منهم علشان يبقى في مكانه. بعد كده بنرجع للرجاله بتاعه الانقاذ وما بيدوروا على الجزيره بالطياره بتاعتهم، وبنشوف بعدها النجم ده وهو بيتكلم مع حبيبته وبيقول لها ان مفيش عملات مشفره تاني، وانه هيستثمر فلوسه في مشروع سنوي يجيب له ارباح. فبتقول له بالبلدي كده انه بيرسم على فلوسها من اللعبه، وبتعرفه وقتها ان الفلوس دي اللي هتبقى من نصيبها هي وابنها بس. وبعد كده بتسيبه وتمشي، وبنشوف بعدها الوليه اللي بتعبد البقر دي وهي عماله تندب عليهم وبتقول لهم انهم هيموتوا موته بشعه كلهم. وبنروح من تاني للمنقذين في فريق سيونج، وبيشوفوا وقتها باب موجود على الارض من فوق، وبنرجع للتصويت مره تانيه ونشوف بعدها فريق سيونج وهو بيوصل للمكان اللي اكتشفوه، وبيتفاجئوا بقنبله بتضرب في المكان وقت ما بيفتحوا الباب ده. وبنشوف نهايه التصويت وبيبقى الدور على رقم 1 اخو الظابط، وبيقول وقتها صاحب سيونج له انه خايف منه، وقبل ما بيحكي له الموقف اللي حصل بينهم في اللعبه اللي فاتت
فاتت بيبدأ اخو الضابط يصوت لصالحهم وبتبقى النتيجة تعادل وقتها، ولكن بتقول العصابة انه في حالة تعادل بتبدأ الفرق انها تبدأ التصويت مرة تانية، وانهم هيسيبوهم يفكروا الاول قبل التصويت. بعد كده بيبدأوا يقعدوا علشان ياكلوا لقمة مع بعض، ونشوف المجموعتين هما بيتخانقوا مع بعض، وبيشوف سيونج الاكل وبيتفاجئ بوجود شوكة معاه. وبنرجع تاني ونشوف حمزة الفاشل في الحمام وهو بيضغط على واحد من فريق التاني، وقتها بيشوف الواد بتاع العملات المشفرة وبيعترض على اللي بيحصل منه. ونشوف فجأة المجموعتين وهم بيمسكوا في بعض في الحمام وبيبدأ كل واحد يضرب التاني، وبنشوف المطرب الفاشل وهو بيخنق بتاع العملات المشفرة لكنه بيقدر يديله بالشوكة في رقبته ويخلص عليه. بعد كده بتتفاجئ المجموعات ان في ناس تم خروجهم من اللعبة نهائي، وبيبدأوا يتخانقوا مع بعض مرة تانية. وبنرجع للمركب اللي عليها فريق الإنقاذ وبنشوف واحد من المجندين، وساعتها بيصحى من النوم لكنه بيتفاجئ بالقبطان وهو بيلعب في الطيارة اللي بتكتشف المكان من فوق، ولما بيعترض طريقه بيبدأ يقتله. وهنا بنشك انه فرد من افراد العصابة اصلا. ولما بنرجع تاني لسيونج بنشوف كل مجموعة هي بتعد الاعضاء اللي معاها، وبنعرف ان الفريق الازرق خسر 3 افراد وان الاحمر خسر 2 بس، وهنا هتكون فرصة مكسب الفريق الاحمر في خروج كبيرة. بعد كده بيبدأ فريق سيونج يفكر في اللي بيحصل حواليهم، وبيعتقدوا ان الفريق الازرق بيدبر لهم نصيبة، فبيقترح سيونج على فريقه انهم يثبتوا الجنود وياخدوا منهم الاسلحة ويدافعوا بيها عن نفسهم، وده وقت هجوم الفرق على بعضها. ولكن بيتفقوا انهم هيعملوا ده وقت ما بتبدأ العصابة تحلل العدد اللي ماتوا، ساعتها يقدروا يغفلوا العصابة ياخدوا منهم الأسلحة. وبالفعل بيبدأ شجار بين الفريقين وبتبدأ العصابة تدخل للمكان، ووقت تحليل العدد بيبدأوا ينفذوا الخطة ويقتلوا كل اللي موجودين في المكان. وأثناء انسحاب العصابة بيتحبس واحد منهم في المكان رهينة وبيثبتوه بالسلاح، وبيلموا وقتها سيونج كل الأسلحة وبيعرض على الفريق الانضمام، وده اللي بيعرف يستخدم السلاح. وبالفعل بينضم ناس للسيونج وبيجهزوا الأسلحة، وساعتها بيهدد الجندي الموجود بالقتل لو ما وصلوش لغرفة القائد. وبنشوفهم كلهم على السلم، ولكن بنشوف ضرب عليهم من كل اتجاه، ولكنهم بيقدروا يخلصوا على اللي موجودين في المكان. ونشوفهم هما بيتعرضوا لضربات مرة تانية، ولكن بتكون الذخيرة اللي معاهم قربت تخلص من الأسلحة. وقتها بيبدأ سيونج يتحرك هو وصاحبه، وساعتها بيسيبوا اخو الظابط مع باقي الفريق، وبيقدروا يوصلوا لمكان قريب من الأوضة ويخلصوا على كل اللي موجودين. ولكن بيواجههم ناس موجودين على سلالم وبيبقى من الصعب قتلهم، وساعتها بيطلب سيونج من اخو الظابط انه يجي لانه محتاج دعم. وعلى الناحية التانية بنشوف الرجالة وهي بتقاوم علشان تقدر تخلص على باقي العصابة، ولكن الذخيرة بتخلص. وساعتها بينزل دي هول تحت، وده علشان يجيب ذخيرة من جوه العصابة اللي اتقتلت، وبالفعل بيقدر يلم ذخيرة كتير ولكنه بيعجز بعدها عن الحركة وما بيقدرش يكمل. بعد كده بيطلب سيونج من اخو الظابط انه يجيب العصابة دي من وراهم، وبالفعل بياخد 2 معاه ويلف من وراهم، ولكن بتحصل مفاجأة وبنشوفه هو بيضرب الاتنين اللي معاه وبيموت وقتها بقى اعضاء الفريق. وفي مشهد اخير بنشوف سيونج وهو بيسلم نفسه وبيبقى معاه صاحبه، وساعتها بنشوف اخو الظابط وهو واقف بلبس القائد الاسود، وبيبدأ يقول لسيونج هل استمتعت بدور البطل يا بطل، ويبدأ يضرب صديق عمره بالنار، وبيقول لسيونج ان اللعبة هتفضل شغالة على طول محدش هيقدر يوقفها. بعد كده بيسيبه ويمشي عشان يبدأ سيونج يعيط بحسرته على صاحبه وعلى كونه السبب في كل اللي بيحصل. وبكده يكون خلص المسلسل بتاعنا النهارده، ولو عجبك يا ريت تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وده علشان نقدر نقدم لكم كل ما هو جديد وحصري. وسلام.